مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم من RT في موسكو. أوقفت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي ل4 مباريات بتهمة إهانة الحكم المساعد في المباراة ضد تشيلي. وقالت اللجنة إن ميسي وجه كلمات مهينة للحكم المساعد في مباراة تصفيات مونديال روسيا والتي حسمها التانغو بهدف من دون أي رد. كما غرم الفيفا ميسي ب10,000 فرنك سويسري، وعليه سيغيب نجم برشلونة عن مواجهة بوليفيا مساء اليوم. ويحتل منتخب التانغو المركز الثالث برصيد 22 نقطة قبل 5 مباريات على ختام التصفيات. وبالإضافة إلى ميسي فسيغيب عن تشكيلة مدرب الأرجنتين إدغاردو باوزا عدد من مفاتيح لعبه، أبرزهم غونزالو هيغوايين بسبب الإيقاف. ويتدرب المنتخب البرازيلي في ساو باولو استعدادا لمواجهة باراغواي. ويتربع السيليساو في صدارة ترتيب القارة برصيد 30 نقطة بعد فوزه ب7 مباريات متتالية في التصفيات، كما يبتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب أوروغواي. وعلى الرغم من ضمان أبطال العالم 5 مرات تأهلهم عمليا، إلا أن المدرب تيتي رفض تصوير تدريبات فريقه لأكثر من 20 دقيقة. ومن المتوقع أن يخوض تيتي المباراة بالتشكيلة نفسها التي سحقت أوروغواي في الجولة الماضية باستثناء ظهيره داني ألفيش الموقف. دائما مع التصفيات، لكن في القارة الآسيوية فقد تلقى المنتخب الإماراتي هزيمته الثانية على التوالي عندما سقط في استاد سيدني أمام المنتخب الأسترالي بنتيجة هدفين من دون أي رد. وتجمد رصيد الأبيض الإماراتي عند 9 نقاط في المركز الرابع للمجموعة الثانية بفارق 4 نقاط عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث. وفي مباراة ثانية تفرد المنتخب الياباني مؤقتا بالصدارة بعد فوزه على ضيفه تايلاند ب4 أهداف مقابل لا شيء، لينهي أحلام التايلانديين رسميا ببلوغ النهائي. وبعد خسارة المنتخب الإماراتي أعلن المدرب مهدي علي استقالته من تدريب الأبيض، فيما أكد الاتحاد الإماراتي أن مدربا جديدا سيتولى مهمة قيادة الفريق قريبا. وأعلن المدرب علي استقالته في المؤتمر الصحفي بعد مباراة أستراليا، مضيفا أنها المرة الثانية التي يعلن فيها نيته الرحيل، حيث تم رفض استقالته في المرة الأولى قبل المباراة ضد العراق في نوفمبر من العام الماضي. وعليه قالت صحيفة الإمارات اليوم إن رئيس الاتحاد مروان بن غليطة أكد أن قرار تعيين المدرب الجديد سيكون قريبا وتحديدا في الأسبوع المقبل. بالنظر لظروفنا وإلى الدور الإماراتي، فإنه من الصعب جدا لعب مثل هذه المباريات الكبيرة. أعتقد أن هذا هو الحد الأقصى الذي يمكننا تقديمه. أحاول قصارى جهدي. أنا لم أشكو لفترة طويلة عن أي شيء يحدث هنا، ولكن أعتقد أن الوقت حان بالنسبة لي لمغادرة المنتخب. هذا هو الوقت المناسب. نبقى مع تصفيات آسيا، حيث تنتظر السعودية مواجهة قوية في المجموعة الثانية ضد العراق. ويأمل الأخضر السعودي تحصيل النقاط 3 في استاد الجوهرة المشعة والعودة إلى صدارة الترتيب. ويملك فريق المدرب الهولندي فان مارفيك 13 نقطة بفارق الأهداف أمام اليابان المتصدرة التي سجلت رباعية في تايلاند في وقت سابق. ويتطلع المنتخب السعودي للوصول إلى نهائيات روسيا للمرة الأولى منذ 2006، وستكون عودة قائد الفريق أسامة المساوي وحسن فلاتة من الإيقاف بمثابة دعم كبير للأخضر. يذكر أن السعودية فازت في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف. وفي مباريات المجموعة الأولى تعرض المنتخب السوري لخسارة قاسية أمام صاحب الأرض كوريا الجنوبية بنتيجة هدف من دون أي رد. وتجمد رصيد النسور قاسي عند 8 نقاط بالمركز الرابع مقابل 13 نقطة لكوريا الثانية. واقترب إيران خطوة جديدة من بلوغ النهائيات بتغلب إيران على الصين بهدف نظيف لترفع رصيدها إلى 17 نقطة في الصدارة. كما كسبت أوزبكستان 3 نقاط إضافية عندما تخطت قطر بهدف وحيد. يواصل المنتخب الفرنسي استعداداته لملاقاة إسبانيا في مباراة ودية سيحتضنها استاد فرنسا في العاصمة باريس مساء اليوم. ووطد منتخب الديوك صدارته لمجموعته الأولى في تصفيات المونديال للقارة الأوروبية بعد فوزه على لوكسمبورغ ب3 أهداف مقابل هدف، حيث سجل أوليفر جيرو هدفين فيما أكمل أنطوان غريزمان الثلاثية. وتبتعد فرنسا ب3 نقاط عن أقرب ملاحقيها السويد الثانية. وينتظر أن يزج المدرب ديشامب ضد الماتادور بلاعبي موناكو الشابين كيليان بابي وتيموي باكايوكو في التشكيلة الأساسية. وصف قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أن إقامة مواجهة برازيل أوروبا ضد السويد في مسقط رأسه في البرتغال في ماديرا يعتبر أمرا عظيما لشعب هذه الجزيرة.
ولجميع البرتغاليين. أشكر البرتغاليين على الدعم الذي قدموه، وخاصة في عام 2016. البرتغاليون مهمون لنا سواء كانوا في البر أو في جزر ماديرا وأوزوريس، وكذلك جميع المهاجرين في فرنسا جميعهم مهمون لنا. هذه المباراة ستكون هدية لأهل ماديرا لأنهم يستحقون ذلك. كان القرار رائعا أن تقام المباراة هناك بعد 60 عاما من غياب المنتخب عن ماديرا. إلى الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA، فقد تعرض ممفيس غريزليز لخسارة صعبة أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز بنتيجة 90 نقطة مقابل 91 لحساب المجموعة الغربية. غريزليز الذي غاب عنه نجمه مارك جازول للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في قدمه اليسرى فقد السيطرة تماما في الربعين الأول والثالث، فصاحب الأرض تقدم بفارق 6 نقاط قبل انطلاقة الربع الأخير. الضيوف بعدها حاولوا تدارك الفارق ونجحوا بذلك قبل 33 ثانية من صافرة النهاية عندما رجحوا كفتهم بفارق نقطة واحدة، لكن رميتين حرتين من داريان كوليسيون قلبتا المعادلة مجددا لصالح كينغز بفارق نصف سلة. ورغم الخسارة بقي غريزليز في المركز السابع ب40 انتصارا و34 هزيمة. أكمل السويسي روجر فيدرر عقد المتأهلين إلى الدور الرابع من بطولة ميامي لتنس الماسترز بعد تغلبه على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو بنتيجة مجموعتين مقابل لا شيء. واحتاج فيدرر إلى 82 دقيقة لحسم المباراة لصالحه بعد أن كسر إرسال الأرجنتيني مرة واحدة في كل مجموعة ليحسم المباراة بواقع 6-3 في المجموعة الأولى و6-4 في الثانية. السويسي يواجه في الدور المقبل الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت. وتأهل السويسي الآخر ستانيسلاس وافرينكا إلى الدور ذاته بعد تفوقه على التونسي مالك الجزيري بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما 6-3 و6-4. وأنهى المصنف الثالث عالميا المباراة بساعة و10 دقائق ليضرب موعدا مع الألماني ألكسندر زفيريف في الدور الرابع. وفي منافسات السيدات تأهلت الألمانية أنجيليكا كيربر إلى دور ربع النهائي بعد تفوقها على اليابانية ريسا أوزاكي المتأهلة من التصفيات بمجموعتين من دون رد. واستطاعت كيربر المصنفة الأولى عالميا حسم المواجهة خلال 62 دقيقة فقط بواقع 6-2 و6-2. وتواجه الألمانية في الدور المقبل الأمريكية فينوس ويليامز. بدورها تأهلت ويليامز المصنفة 11 عالميا إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبها على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بنتيجة مجموعتين مقابل لا شيء بواقع 6-3 و7-6. ولحقت البريطانية يوهانا كونتا بركب المتأهلين بعد فوزها على الإسبانية لارا أراوبارينا فينسيو بنتيجة 7-5 و6-1. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الرياضية. شكرا لكم لحسن المتابعة. للمزيد دائما زوروا موقعنا arabic.rt.com. دمتم دائما في أمان الله. إلى اللقاء.